سنة 1858 في انجلترا وتحديدا في مدينة برادفورد كان في حلواني مشهور بيعمل احلى حلويات بانضف مكونات. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. غيرش بس هو كان بيحط شوية جبس مع السكر عشان يوفر. ايه القرف ده يا جدعان؟ وفي مرة بعت الصبي بتاعه للصيدلية اللي كان بيجيب منها الجبس، بس اللي كان واقف هناك مساعد الدكتور اللي يديله بالغلط بودرة بيضاء على انها جبس. والحلواني اكتشف ده وكلم الصيدلي وقال له انت بايع لي جبس مغشوش يا راجل يا نصاب، ايه ما بقاش في ضمير؟ ورغم كده استخدمها والناس تاكل، وتاني يوم يقع مئات المصابين وعشرات الضحايا ويكتشفوا ان البودره البيضاء كانت احد مركبات الزرنيخ ملك السموم، ملوش لون ولا ريحه، وشويه منه يموتوا انسان خلال يومين. والمفاجاه انه بيموت باعراض عاديه زي مغص وترجيع وغثيان، اللي هي اعراض ممكن تجيلك لو عكيت في الاكل شويه، يعني السم المثالي. بس كان صعب الاستخراج زمان فكان غالي شويه، وده سبب تسميته سم الملوك، وعشان برضه ليه تاريخ كبير في اغتيالات السياسيين والملوك. ويقال ان نابليون مات مسموم بالزرنيخ لان كان عنده نفس الاعراض قبل ما يموت، بس مين يعرف؟ ممكن حصل له كده عشان كل كبده من على العربيه اللي على نص شارع الشانزليزيه.